بعض الناس لما حاولوا يعرفوا الغباء تفتكروا عرفوه بإيه؟ قالك الغباء إنك تحاول تعمل نفس الحاجة مرتين بنفس الطريقة بالظبط، ويتهيألك إنك تاني مرة هتوصل لنتيجة مختلفة. لما بيبقى قدامنا تحدي كبير، لما بيبقى قدامنا تحدي عظيم، لازم نفكر في طريقة مختلفة تماما عن الطريقة المعتادة اللي احنا كنا بنفكر فيها أو الطريق اللي احنا كنا متعودين نمشيه. عشان كده دايما كل تحدي بيصادفنا، التحدي ده لازم نفكر فيه على انه فرصة ان احنا نثبت نفسنا، فرصة ان احنا نكتشف حاجة جديدة، فرصة ان احنا نعمل حاجة بطريقة مختلفة. كلنا بنحلم، حاجة جميلة ان احنا نحلم. لما بنصحى بعد الحلم الناس نوعين، في ناس بتقول الله كان حلم جميل، خليني اكمل نوم عشان اكمل الحلم. وفي واحد تاني هيقول الله الحلم ده كان جميل، انا هشمر كمامي وهنزل احقق حلمي. احنا لازم نفكر لقدام كذا خطوه. فكروا في الحياه على انها لعبه، احنا بنلعب. لو انا اتحركت الحركه دي لازم ابقى متوقع ايه اللي هيحصل من الحركه اللي انا بتحركها دي، ومن ثم اقول طب الحركه اللي بعديها ايه والحركه اللي بعديها ايه كده. ليه بتسيب الحياه تاخدك مطرح ما هي عايزه، ما بتاخدش الحياه مطرح ما انت عايز؟ النهارده انا بتكلم معاكم وانا واثق ان في القاعه في كتير منكم، مش واحد ولا اتنين، كتير منكم كمان 10-15 سنه ممكن يكونوا صورهم في البوستر اللي ورايا. الناس اللي في البوستر دي ناس بعضها كان عنده تحدي شخصي، بعضها كان عنده تحدي ان فكرته قد تكون ناس شايفه انها بعيده المنال، لكن الناس دي قررت انها تواجه هذا التحدي وصنعت فرصة. هذه الفرصة صنعت منها اسم. كل واحد فينا عنده تحدي. بعضنا عنده تحدي في حياته الشخصية، يمكن الامكانيات مش متوفرة. بعضنا عنده تحدي في الشركة اللي هيشتغل فيها، انها شركة صغيرة ازاي تقف على رجليها. وكلنا مش مختلفين على ان مصر عندها العديد من التحديات. مصر محتاجاكم النهاردة خلال اليومين اللي احنا فيهم، النهاردة وبكرة يوم الهندسة المصري، فرصة نتبادل هذه الأفكار، فرصة نوري العالم قد ايه احنا مبدعين وقادرين على ان احنا ناخد مصر الى آفاق أرحب وأوسع. ولما مصر هتحلق احنا هنحلق معاها. أحمد درويش، أحد متطوعي يوم الهندسة المصري.